دعونا نتحدث عن الربو. هذه حالة تحدث لدى المرضى وتسبب لهم صعوبة في التنفس وصفير في الصدر وضيق في الصدر. تتفاقم هذه الحالة عند التعرض للغبار والملوثات البيئية المختلفة، وكذلك عند التعرض للمواد الكيميائية. وأحياناً عندما يكون لدى عائلات المرضى تاريخ من الربو، قد يكون لدى المريض أيضاً ميل لتطوير الربو. الربو هو حالة يمكن السيطرة عليها باستخدام الأدوية المناسبة، والركيزة الأساسية لعلاج الربو هي استخدام أجهزة الاستنشاق. أجهزة الاستنشاق آمنة للاستخدام وسهلة الاستخدام، هي غير مسببة للإدمان، ويمكن أن توفر تخفيفاً جيداً لأعراض المريض، بالإضافة إلى الأدوية مثل أجهزة الاستنشاق وبعض الأدوية الفموية التي قد توصف للمرضى من وقت لآخر. من الضروري أيضاً أن يأخذ مرضى الربو حقن الإنفلونزا السنوية، لأننا نجد أن أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى زيادة وتفاقم الربو والتسبب في نوبة ربو هو العدوى. وأحد أنواع العدوى الشائعة التي نواجهها هي العدوى الفيروسية، والإنفلونزا هي أحد هذه الفيروسات التي قد تؤدي إلى نوبة ربو. لذا استخدم أجهزة الاستنشاق بشكل جيد، حافظ على السيطرة على الربو لديك، وعش حياة صحية ومليئة بالأحداث.